يعني أحيانا أولادي بتيجي السيارة بتنشي والله ما بشكله. الله يفرج عنكم يا رب. يسعد اوقاتكم بالحلقه 150 من برنامج جبر خواطر. سؤال الحلقه: اذا كان معك فانوس علاء السحري شو بتطلب منه؟ قد ايه صار لك نازحه بشكل عام؟ 10 سنين. 10 سنين. كيف هيك هون حياتكم بالمخيم؟ شو الصعوبات اللي عم تعاني منها؟ يعني ظروفي المادية، جوزي مريض، ما عندي شيء، من جو البيت كمان ما متعودة، رطوبة، برد، يعني وجوع شوي هيك. زوجك شو بيشتغل؟ ولا شيء، كانت بإيده صابت بإيده غرغرينة، وبعدين حبة حلب صارت بإيده، ضل بالغرغرينة عمل عمليتين، شو اسمه 6 شهور ضل مريض، وتعالج منها صارت فوق الغرغرينة حبة حلب. فوق الغرغرينة حبتها. طب عم يتعالج منها؟ ايه والله هلا وقف لعنيته الوضع المادي ما زيادة. شو سبب الغرغرينة؟ والله ما كان بالحطب وضربت هيك 7 أشهر، يعني هيك. عشان بتدفوا هلا؟ والله بيجيب لنا هيك هذا عفش زيتون، شامبو، حطب احيانا اذا حسين، اذا توفر معه مصاري مثلا بنزين هيك بياخذوا ابن عمته هيك، يعني وضعه المادي ما زيادة عدم يعني. شو يعني الشيء اللي هيك الصعب كتير عم تعاني منه هون بحياتك؟ يعني عندي الرطوبة كتير بشكل يعني ما طبيعي، برد، وعم يعني حتى بالأغراض كلهم تقريبا مي، أصعب شيء هذا، والجوع. جوع؟ جوع شو يعني جوع؟ يعني الأكل. يعني اوقات بمر عليكم ايام إيه ما بناكل. طولي بالك. هدي استهدي بالراحة. طولي بالك. والله ما قصدي والله بكيكي. يعني أحيانا أولادي بتيجي السيارة بتنشي والله ما بشكله. الله يفرج عنكم يا رب. يعني المجرد تيجي السيارة تبعيت النمورة والله ما بياكلوا منها. كل العالم هون بتشتري إلا نحن. خضرة والله مشتيتها، هاليوم جارتي بعتت لي شوفي يا بايتة يعني. ولا يهمك، يلا ان شاء الله الله بيفرجها، ان شاء الله الله بيفرجها. يعني حلمهم الوحيد بيروحوا بالسيارة، كانوا على المدرسة أعطيهم ليرة. يعني والله العظيم ما بستدي، بعت بلوزة هاليوم أعطيتها للبنت ليرتين، والله هي بلوزة إلي. يعني هيك امبارحة بعتت لي إياها جارتي لهي. بعت بلوزة؟ لمين بعتيها للبلوزة؟ كانت عمته لجوزي. بدي بعتيها 20 ليرة. يعني بس من شان أولادي، يعني أولادي تعبت نفسيتها والله ما بتصدق والله العظيم. يمكن إذا بتشوفي هيك ستيني أنا يمكن أكتر وحدة هون عادة، بس الشاطر بيفكرني إنه طبخ، يعني والله العظيم ما بطبخ. سأليه. نحن كل مرة سبحان الله بتمرق علينا قصص بنقول إنه هيدي يعني أصعب قصص وأصعب حالة، بنرجع بنتفاجأ إنه لا، في حالة صعبة، ناس عم تبيع تياب لحتى تقدر تبيع بلوزتها يعني لإلها لحتى تقدر تعطي مصروف لبنتها تروح على المدرسة. إن شاء الله تنتهي هالمعاناة، إن شاء الله قريبا تنتهي هالمعاناة، معاناة الناس، والله بيفرجها على الناس كلها. آمين يا رب، الله يفرجها. شو كنت بدك تحكي؟ يعني شوفي الرطوبة والله العظيم التيابن والله لا نشفى لحتى لبسن اياها. روحي شوفي هلا أي بلوزة بتشيليها عندي والله مي، هيك له أكتر من أسبوع التيابن والله العظيم. امبارحة غسلت على إيدي ضل أكتر من شهر، الأولاد بده يزتوا لي إياهم. يعني وضعي والله صعب، لهلك ما صعب يعني. بشتهي شوف بجيبتي 5 ليرات أو مثل هالنسوان يعني هيك تشتري والله العظيم. يعني الحمد لله ما عنا كذب، والله يفرجها. بتمنى هيك حدا يساعدني لو شو ما كان. رح أسألك، أعطيني اسم 3 ضياع بجبل الكراد. سلمى، دورين، مرشخاخة. هذا الظرف لإلك، تفضلي. ونحن اليوم جمعية فلوك الحرية بالإضافة لهالظرف رح أهديكي لوحة بطارية وغسالة وغاز وجرة. الله يفرج همك ربي، الله يوفقك يا رب يا رب. شو شعورك؟ والله ما في نصيف،
يعني ما مصدقة والله الصراحة. يعني والله كنت اتفرج يعني على التليفون من عند سليفتي، قول يا رب التقى فيكي. تلتقي فيني. والله العظيم يعني سلفتي كانت دائما تقول لي ليك ان شاء الله تيجي لعنا هي مباشرة، والحمد لله هيك. والله هذيك المرة كمان ساعة اللي جيتي لعند جارتي والله العظيم دعيت لك وانبسطت لك كثير لجارتي. الله لا نحن ما يفرجها. الموضوع انه انتم تلتقوا فيني، هي الموضوع رزق من رب العالمين. أي اذا والله. الله رازق لكم يعني كاتب لكم هالشي خلص هو اي والله لإلكم. الله يفرج همك ربي مثل ما تسلمي يا رب. فرجتي همي. تسلمي يا رب.